ماما بتفرق بيني انا واخواتي يا طنط في المعامله. انا خلاص نفسيتي تعبت ومش عارفه انا اعمل ايه بالظبط. هي مميزاهم عني وبتعاملني معامله وحشه زي ما اكون انا مش بنتها. انا خلاص مش عارفه اعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي ويا شفيع ويا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما سمعتوا كده في اول الفيديو، الرساله ديت جات لي على الخاص من بنوته كده صغيره عمرها 14 سنه. فقلت بقى اتكلم معاكم بقى في المشكله بتاعتها ديت. وانا كمان بحش كده البرسيم. وشوفوا بقى جمال الطبيعة وكل حاجة هي والزرع الأخضر الجميل. أنا بس كنت عايزة أقول في الموضوع ده، أقول لها يعني أقول بس الأول لكل الأمهات وكل الأبهات، ما يفرقوش بين الأطفال في المعاملة. حاولوا يا جماعة تخلوا المعاملة واحدة، وحسسوا ولادكم إن انتوا بتحبوهم. ما تحسسهمش إن في عيل بيبقى محبوب واللي هو عايزه بياخده، وفي عيل تاني بيبقى مش محبوب كده وإن انتوا كارفينه ومش عايزينه. الأسلوب ده بيخلي بيعمل تفرقة ما بين الإخوات في المعاملة، وبيخلي الإخوات تكره بعضها. البنت كلمتني عن وحالتها تعبانة، النفسية تعبانة خالص، وحاسة ان مفيش حد بيحبها، وحاسة ان كله بيكرهها، وحاسة ان هي يعني ايه، يعني زي ما يكون كده ايه، يعني يعني مش عارفة اقول لكم ايه بالظبط. المهم يعني انا قلت لها يا حبيبتي، هما يعني بابا وماما بيحبوكي، وما عندهمش اغلى منكم، انت واخواتك وكده. بس انت حاولي برضو تسمعي الكلام، ما تقوليش لا، ما تقوليش، قولي حاضر وطيب. انا عارفه ان الزمن ده مبقاش فيه حاجه حد يعني كده. الاطفال بقت تربيتها صعبه جدا. حاولوا يا جماعه بالنسبه للاب والام، خلوا بالكم من ولادكم وحسوا ان انتوا انكم بتحبوهم، عشان هما كمان يحبوكوا ويعملوا اللي انتوا عايزينه. لو جبت لابنك ده حاجة تجيبي برضه للبنت. ما تخليش لو عندك ولاد وبنات، ما تخليش الولد يقوم البنت تقوم تعمل كل حاجة والولد ما يعملش اي حاجة. اعملي 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 كذا وكذا وكذا وكذا، الولد ما يعملش حاجة. لا، البنت زي الولد دلوقتي كله يقوم يتشارك مع بعض ويعمل كل حاجة. الموضوع ده بيأثر على نفسية الولاد وبيحسسهم، بيحسسها ان هي اقل من اخوها، بيحسسها كمان انها زي ما يكون مضطهدة، مكروهة في البيت. فاحنا نخلي بالنا يا جماعة بالله عليكم. خلي بالكم ما تفرقوش بين الاخوات وبعضها، عشان هم اصلا لما يكبروا ما يطلعوش يكرهوا بعض. خلوهم يحبوا بعض. ما تفرقوش المعاملة بينهم، كل واحد ده بياخد حاجة التاني ياخد زيها. جبت دوت حاجة تجيبه برضو للتاني زيها. انت قوم اعمل كذا، اخو التاني برضو قوم اعمل كذا. كل واحد يعمل حاجة. ما يبقاش فيه تفرقة. مش عشان هو ولد وهي بنت يبقى زي ما هي كانت كاتبالي، ان هو عشان هو ولد ماما بتقول له هو راجل والراجل ما بيعملش اي حاجة. لا، مين قال كده؟ الراجل ده مصيره برضو يكبر ويتجوز ويبقى برضو شايل مسؤولية، يبقى يساعد برضو زوجته في كده. كل حاجة يتعلموها، مفيش فرق ما بين الولد والبنت. اتمنى يا رب تقولي رأيكم بقى ايه في الموضوع ده. ويا رب بقى في النهاية يكون عجبكم الفيديو. انا هنا بقى هو خلصت الحشو بتاع البرسيم، وخلصت كمان الكلام اللي انا كنت عايزة اقوله. ويا رب في النهاية اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. واكتبوا لي بقى رأيكم تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.